ايه اللي صحاك من النوم يا سليم؟ انا حلمت بحلم غريب قوي يا ماما. خير، اللهم اجعله خير. انا حلمت ان انا في البحر يا ماما، ولقيت نيمو وقرش بيضحك معايا. قرش بيضحك؟ قرش بيضحك. فيها ايه دي؟ لا يا حبيبي، القرش الحقيقي مش بيضحك ولا بيضحك له. هو بيستخدم كل حواسه عشان يصطاد. بس ما كانش بيخوفني يا ماما، ده كان طيب قوي يا ماما، ونيمو كان مستخبي في نبات بيلسع. ده اسمه شقائق النعمان. انت عارف ان السمك بيدخل جواه علشان يستخبى، وكمان النبات ده بيستفيد من السمك، والعلاقة بينهم هما الاتنين اسمها ميوتياليزم او تبادل منفعة. وده ايه ده اصلا؟ دي حاجة زي الصداقة كده بالظبط، زي صحوبية بين الأسماك وبين النباتات. الصداقة اللي بينهم دي بتخلي نيمو يستخبى جوه شقائق النعمان، عشان شقائق النعمان عندها حاجة بتلسع أي كائن غريب يقرب منها. لما نيمو يدخل جواها هو ما بيتلسعش، وده علشان محاط من بره بطبقة مخاطية من جلده. الطبقة المخاط دي هي اللي بتحميه من اللسعة بتاعة شقائق النعمان، وبتخليه يعيش بأمان. لكن لو أي حد فكر يقرب له وهو جوه شقائق النعمان بيتلسع، وبالتالي فهو كده حماه. اما بالنسبه لشقائق النعمان بتستفيد ايه بقى؟ فهي بتستفيد ان نيمو بياكل لها الطفيليات وباقي الاكل اللي موجود جواها، وده بيساعدها ان هي تفضل نظيفه وصحيه. وكمان اول ما الاسماك بتشوف نيمو بتحاول ان هي تروح تجري عليه عشان تاكله، فتيجي تقرب منه تروح ملسوعه، يروح على طول شقائق النعمان بياكل الاسماك اللي كانت عايزه تاكل مين؟ نيمو. وعلشان كده فالعلاقه بينهم علاقه صداقه زي ما قلنا، بس اسمها بقى علميا تبادل المنفعة. واو، والقرش بيهجم على الناس بجد؟ مش دايما، هو بس بيفتكرهم فريسة أحيانا. انا كان نفسي الحلم ده يبقى حقيقي. إن شاء الله يا حبيبي، بس من غير قرش.